طب يا جماعة في سؤال محيرني بجد قوي، محيرني جدا في موضوع فيلم كليوباترا ده. وكنت مستني حد يجاوب على السؤال ده في الناس اللي كلمت عن الفيلم وكده، بس محدش جاوب عليه، فاضطريت ادور على الاجابة بنفسي. واكتشفت مصيبة فعلا بجد يعني. هقول لكم بس السؤال عشان نفكر مع بعض دلوقتي. خلينا متفقين ان كليوباترا اصلها يوناني، يعني من البطالمة، فهي اصلا بيضة مش سمراء. فايه اللي يخليهم يعملوا مسلسل تحديدا عن كليوباترا اللي هي اصلا معروف انها بيضة؟ يعني المسلسل هيخليه، يعني الحركة دي حركة غبية، هتخلي المسلسل يتهاجم مش بس من المصريين، لا كمان من الاوروبيين، لانهم عارفين ان هي اصلها يوناني. يعني لو فكرت فيها، هم دلوقتي عايزين يسرقوا الحضاره الفرعونيه، فممكن اعمل مسلسل مثلا عن حتشبسوت او نفرتيتي، على الاقل دي بقى ملكه فرعونيه ومش هتهاجم حتى من اوروبا، يعني المسلسل مش هياخد الضجه وهمشي الموضوع عادي. بس لا، طلع الموضوع ده يعني وراه سبب علمي، والناس دي فعلا ما بتهزرش، والناس دي بجد عارفه بتعمل ايه كويس قوي قوي. طيب رقم واحد، دي مش الإجابة اللي أنا لقيتها، بس دي بس تحطها في دماغك قبل ما نبدأ، إن ده دعاية كبيرة جدا لحركة الأفروسنتريزم اللي هي المركزية الأفريقية، لأن دي حاجة العالم كله هيتكلم عليها، فهتاخد شهرة كبيرة. شهرة سيئة، بس ما فيش دعاية جيدة قد الدعاية السيئة دي، خدها قاعدة. تمام، نبدأ بقى، هقول لك في اللي أنا لقيته. طيب أحكي لك بقى الموضوع من الأول عشان تبقى معايا وتوصل للنهاية، يعني عشان تصدم الصدمة بتاعتي. بسم الله كده. المركزيه الافريقيه دي حركه بتقول ان اللي عمل الحضاره الفرعونيه، الاهرامات والمعابد والتماثيل ومش عارف ايه، دول اجدادهم الافارقه مش من الفراعنه. وان العرب لما جم مصر احتلوها وطردوا الافارقه، بقى نزلوهم تحت في اثيوبيا والحتت دي، وهم دلوقتي عايزين بقى يستعيدوا ارض اجدادهم، عايزين ياخدوا الاهرامات والمعابد ومش عارف ايه. تمام. الحوار ظهر ازاي بقى اصلا؟ ان كان في حاجه زمان اسمها المركزيه الاوروبيه في القرن ال 16 وال 17، لما كانت اوروبا محتله افريقيا كلها وخدوا الافارقه رحلوهم على امريكا. طبعا كلنا عارفين كان بيحصل فيهم ايه. بعدين جت الحرب الاهليه في امريكا، فالافارقه بداوا يشموا نفسهم شويه وياخدوا صوتهم، فقال لك لا، احنا دلوقتي احنا عايزين يبقى لنا رؤيه للعالم كده، بعيدا عن رؤيه المواطن الابيض المتقدم. لا، ما احنا هو كان بيعنصر علينا، احنا بقى عايزين ايه؟ حاجه بتاعتنا احنا، يعني حاجه احنا الافارقه نقول ان احنا اللي عملناها، بدل الاوروبيين بقى عملوا النهضه والصناعه. لا، احنا عايزين حاجه بتاعتنا احنا. فراحوا يدوروا في افريقيا على ارض اجدادهم، مش لاقيين حاجه الا الحضاره الفرعونيه. فالايجو عندهم عالي شويه، وقال لك الحضاره دي بتاعتنا واجدادنا اللي عملوها وبتاع. عادي، كلام عادي. وافق بقى الكلام ده هوا طبعا الاوروبيين، ان هو طب ما نودي الافارقه بقى كلهم قارتهم تاني، وتفضل اوروبا وامريكا لينا احنا المواطنين البيض. ركز معايا بقى في الكلمتين اللي جايين دول، عشان دول محتاجين تشغيل دماغ، يعني عايزين واحد ايه، يعلي الاي كيو بتاعه كده عشان يلقطهم. طيب دلوقتي الفكره ان هم ياخدوا الحضاره الفرعونيه، فعمالين بقى يقولوا ان هم اللي اسسوا الحضاره وكده، خلاص زهقوا بقى من الكلام ده، هم عايزين يعلوا اللعبه للمستوى اللي بعد كده، يموف تو ذا نيكست ليفل. فيستخدموا اخطر سلاح الاعلام بيستخدمه، ان هو يزرع اي اجنده تتخيلها. حرفيا السلاح ده بيتم استخدامه في كل الاجندات بقى تبع نتفليكس، اجندات تبع المواطن الابيض، اي حاجه هم عايزين يقنعوك بها بيستخدموا الفكره دي تحديدا. العالم ده اسمه جوزيف اوفرتون، اللي ورا كل القرف اللي انت بتشوفه في نتفليكس في الاجندات دي كلها، البوليتيكال كوريكتنس، الحوارات دي. هو الراجل ده اللي حط لهم الطريق ومشوا عليه حرفيا. الراجل ده حط نظريه كده اسمها اوفرتون ويندو، اللي هي دي بقى بتقول لك ايه باختصار؟ المربع ده اللي هو المربع ده اللي اسمه اوفرتون ويندو، ده كل الافكار اللي الناس مقتنعه بها دلوقتي. تمام. انا بقى لو عايز اقنعهم بفكره اللي هي دي، يعني دي تمام، فبقول لك انت عشان تقنعهم بدي على طول كده، الناس مش هتتقبلها. انت عشان بقى تخليهم يوافقوا على الفكره دي، لازم تروح لاقصى نسخه غبيه واكستريم، ويعني في اقصى الاتجاه بتاع الفكره بتاعتك، فتروح لهنا مثلا بفكره غبيه جدا. فهنا الناس هتهاجم الفكره، هتهاجمك انت شخصيا، هتشتمك وكل الكلام ده، وبعدين في الاخر يقوموا متقبلين الفكره اللي هي الصغيره دي، اللي هو اصلا هدفك من البدايه، لان هم شافوا النسخه المتطرفه من الفكره، وبعدين لما يشوفوا النسخه الصغيره منها، فدماغهم تلقائي بيعمل مقارنه بين الاثنين، فيقوم واخد الثانيه. خلاص يا عم يلا انا هوافق. فمثلا هم لو عايزين يقللوا الهجره لامريكا مثلا، اللي هي الفكره دي، تمام، فيقوم مش يقول لك احنا نقلل الهجره الامريكيه، يقول لك لا احنا هنمنع الهجره كلها ونحط قوانين ومش عارف ايه وبتاع وخلاص. طبعا هيتهاجم وبتاع ومش عارف ايه، وبعد جدالات وجولات يقول لك خلاص يا عم احنا مش هنمنعها كلها، بس احنا ايه، هنقللهم شويه. يقول لك خلاص ماشي احنا نقلل الهجره، فيبقى وصل للفكره اللي هو عايزها. قيس بقى ده على حوار المركزيه الافريقيه، هم عايزين بقى يقنعوا العالم بقى بجد ان الفراعنه كانوا بشرتهم سمراء، فعمالين بقى جدال وبتاع. لا خلاص، احنا على ايه بقى، يلا نروح بقى للنسخه الاكستريم من الفكره، ان كليوباترا اليونانيه اصلا كانت سمراء.
تمام. فطبعا الناس كلها هتهاجم والعالم كله هيهاجم وبتاع، يقول لك خلاص يا عم، خلاص خلاص احنا اسفين، وكليوباترا صح كانت غلطه مننا، خلاص احنا هنتكلم بس على الفراعنه العاديين بقى، حتشبسوت ونفرتيتي وكده، ومش هنجيب بقى اليونانيين. اه صح فعلا هي كانت بيضه، خلينا احنا بقى في الفراعنه العاديين. فالناس هتتقبل الفكره عادي، لان اللي بيحصل في دماغها انها بتقارن بين الفكره المتطرفه قوي والفكره البسيطه شويه. الدليل بقى على الكلام ده في تويتة انا شفتها. التويته دي فعلا بتدل ان الناس دي عارفه فعلا بتعمل ايه، يعني الكلام ده فعلا حصل. هقرا لكم التويت. رايان وتالسون ده كاتب تويته، فبقول لهم يا جماعه لو انتوا عايزين بقى تعملوا مسلسل تسليط الضوء على قدرات الملكات الافريقيه وكده، فممكن حتشبسوت او نيفرتيتي بدل كليوباترا، لان دول ملكات افريقيه، انما ما تجوش بقى عند اليونانيه. بينجو يا جماعه، هم وصلوا اللي هم عايزينه. يعني الناس دلوقتي بتقول لهم روحوا للفراعنه عادي عشان هم افارقه، بس ما تجوش عند اليونانيين. قالوا انتوا مشاكلكم مع الفراعنه براحتكم، بس اليونانيين والاوروبيين لا، مالكوش دعوه بهم. فبس خلاص هم كده اقنعوا بقى عامه الشعب اللي بره. فلما يعملوا حاجه بعد كده هيبقى بيتعمل ان هو صح، والناس هتبقى معاهم. اه يا جماعه، ما هم كانوا افارقه فعلا وسود البشره. بعد كده بقى يدخل على المرحله اللي بعدها، يقول لك يا عم الاهرامات دي ارض جدودي، انا عايز ارجعها. لو انت مش عايز تديها لي ماشي، انا ممكن اوصل معاك لديل، يعني هسيبهم لك عادي، بس اخد مثلا نص السياحه منهم. او ما بص انت خليهم عندك، بس انا هاخدهم حق انتفاع مثلا ايه 140 سنه. او ممكن بعد كده بقى يبداوا يعملوا هجرات جماعيه بقى، يشحنوا الافارقه هنا، اشحن يلا عبي يابا عبي. فالموضوع ما عادش سهل يا جماعه، وما عادش هين بجد بجد، والموضوع بقى مرعب. والناس بقى اللي عماله تقول لك يا عم ده جو مؤامره ومش عارف ايه، يا عم يا جماعه يعني فكروا بدماغكم بالله عليكم. يعني احنا جنبنا دوله بنفس الطريقه بنفس الفكره اتاخدت من سنه 48، لسه مش عارفين نرجعها. صباح الفل يعني. فالموضوع فعلا بقى خطير بجد. بصراحة أتمنى بقى يبقى في يعني تحرك مثلا من وزارة السياحة، مثلا تعمل أكونتات بقى على التيك توك وكده، تنشر بقى آراء مضادة للحاجات دي، يبقى في أعمال مصرية للحاجات دي فعلا، لأن ده الطريقة الوحيدة إن إحنا نرد عليهم. غير كده ما خلاص هم بيعملوا اللي إحنا عايزينه ومفيش رد. فشير للفكرة، لأن الناس كلها عارفة إن الفيلم وكده وإن هي أصلها يوناني، بس محدش يعرف الطريقة اللي شغالين بها. فأعتقد ده سؤال الناس كلها محتاجة تفهمه عشان نعرف هما بيفكروا ازاي. لايك فولو شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاتة.